لو عاوز تخرج في العيد فتعال اقول لك على 5 خروجات في اسوان جديده ومختلفه ممكن تخرج فيها مع صحاب، فما تنساش تحفظ الفيديو ده علشان هتحتاجه. واول حاجه ممكن تخرجوا فيها وبدون ما تكلفوا على نفسكم مصاريف كتير هو الممشى الجديد عند كوبري اسوان الجديده، والممشى نظيف ومجاني وعلى النيل، وممكن تتمشوا فيه او تقعدوا على الجناين اللي هناك وتتصوروا فيه كتير كمان. تاني حاجه ممكن تعملوها هي تاجروا مركب ابو عبد الله تتمشى بيكم في النيل، وبالذات المركب دي لان شكلها مختلف جدا، وتقدروا تقعدوا وتشربوا وتشووا في نص النيل كمان وتقضوا يوم لذيذ فيها مع صحابكم. ثالث حاجه بقى العيد بيحب السمك، فتقدروا تروحوا لجزيره الصياد، قاعده بسيطه في جزيره مخصصه لاكل السمك الطازج مشوي او مقلي، وكمان بيصطاد السمك قدامك ومعاك، وصدقني المكان واكله السمك مع الشاي مش هتنساهم ابدا في حياتك. رابع حاجه وده لو حابين تعملوا مغامره مختلفه وسط النيل فممكن تاجروا البطه، ودي عجله في الميه، وبجد من احلى التجارب اللي هتستمتعوا بيها وانت في النيل مع جمال المناظر اللي هتبقى قريبه منك. واخيرا كينج جامايكا المكان المفضل بالنسبه لي، وده كافيه ومطعم في نفس الوقت، موجود على صخره وبيطل على النيل دايري وبعيد عن الزحمه، وهتفصل فيه وهتستمتع